اوكي يا شباب، عايزكم تركزوا معايا كويس جدا لان الخدعه دي محتاج تركيزك بشكل كامل. عندنا هنا 5 كروت كوتشينه ملزوقين في بعض بالشكل ده. عندنا دبوس ورق او مشبك ورق. كل انا محتاج منك انك تعمله ان انت تركز على رقم 2. كل اللي هتعمله ان انت هتجيب ال5 كروت دي. طبعا في النهايه هقول لك ازاي تعملهم وازاي تنفذ الخدعه. هتجيب ال5 كروت دي وتطلب من الشخص اللي قصادك انه يركز على رقم 2 بشكل كامل، يحفظ مكانه بالظبط، لاننا هنطلب منه طلب صغير جدا. هنديله الدبوس ده وهنطلب منه انه يحط الدبوس ده فوق الكارت رقم 2. خليني اقول لك ان 90% من الاشخاص بتختار دايما الاختيار الغلط، لان دايما الناس بتبقى متخيلة ان الكارت رقم 2 هو الكارت ده. طب خلونا نعمل تجربة بسيطة. هنحط الدبوس بتاعنا فوق الكارت اللي كل الناس هتختاره وهو الكارت اللي في النص. بس بمجرد ما نعمل سناب بسيط هنلاقي ان الدبوس مكانه مش فوق رقم 2، الدبوس مكانه فوق الولد، لان رقم 2 اساسا بعيد كل البعد عن الكارت او عن المكان اللي الشخص اللي قصادنا اختاره. اوعدك ان انت لو نفذت الخدعة دي مع 100 شخص، في 90 منهم هيختار دايما الاختيار الغلط. دي كانت الخدعة بتاعتنا النهاردة، ويلا بينا نروح على الشرح. اوكي يا شباب، وكالعاده قبل ما نروح للشرح ما تنساش تنزل تحت وتعمل كومنت جميل علشان اجمل 3 كومنتات هيظهروا معانا الحلقه اللي جايه، ودول اجمل 3 كومنتات من الحلقه اللي فاتت. كمان ما تنساش ان اللايك بتاعك بيفرق معايا جدا، فانزل تحت بقى واعمل لايك جميل وخلونا نبتدي. بصوا يا شباب، خلونا في البدايه نشوف الجيمك بتاعنا بيتعمل ازاي، بعدين نروح علشان نعرف ازاي الشخص اللي قدامنا لازم دايما طول الوقت يتلخبط في الكارت اللي احنا عايزين الشخص ده يستهدفه. طيب ايه الحاجات اللي احنا محتاجينها علشان نعمل الجيمك بتاعنا ده؟ محتاجين 5 كروت كوتشينه، محتاجين مشبك ورق او دبوس ورق، ومحتاجين صمغ جاف او لحم امير تقريبا او دبل فيس. بص، اي حاجه عندك بتلزق هاتها وهتنفع وتشتغل وتبقى زي الفل. طيب ايه اللي احنا محتاجينه او المواصفات اللي احنا محتاجينها في الكروت؟ حرفيا اي كروت عندك. انا هنا استخدمت كارت 4 كروت سود وكارت احمر مختلف علشان يبقى سهل لعينين الشخص اللي احنا بنادي معاه الخدعه انه يحفظها. طبعا انت ممكن تستخدم مثلا 4 صور وورقه مختلفه، ممكن تستخدم مثلا رقم 1 و2 و3 و4 و5، حرفيا اي حاجه. المهم مثلا تخلي الورقه بتاعتنا للشخص هيستهدفها مميزه الى حد ما علشان عينيه تبقى سهل تلقطها بسرعه. ودلوقتي خلونا نبتدي. بص بقى يا سيدي، الجيمك بتاعنا سهل جدا. هترتبهم بالشكل ده وهتخلي الكارت المختلف في النص كده. عندك المادة اللي انت هتلزق بيها، فلنفترض مثلا صمغ جاف بالطريقة دي. هتجيب اول كارت عندك هنا وتبتدي تحط الصمغ الجاف بتاعك بالشكل ده اهو، وهتجيب الكارت اللي بعده هتحطه بالشكل ده. بس مرة كمان الكارت التاني اهو، وهتحط الكارت بتاعك هنا بالشكل ده اهو. مرة كمان عندك الصمغ بتاعك هنحطه بالشكل ده، وهنجيب الكارت التاني كده مرة كمان، واخر مرة ادي الصمغ الجاف بتاعنا اهو، وعندنا الكارت الاخير اهو. بس 5 دقايق والصمغ هينشف وتبقى جاهز، وتبقى كده انت عملت الكارت الجيمك او الاداة الجيمك اللي انت محتاجها. مش محتاجين الصمغ ده في حاجة، ودلوقتي احنا جاهزين علشان نعمل الخدعة. بص بقى يا سيدي، ليه دايما الشخص ده هيشوف الكارت ده ويعمل اختيار غلط كل مرة؟ لان بمنتهى البساطة لما بتقول له احفظ الكارت رقم 2 ده، فعني هتحدد ان عندنا هنا كارت كبير او كارت كامل قصاد عينينا، بعديه كارت جزء منه باين، بعديه الكارت بتاعنا اللي احنا مستهدفينه. دي طريقة او عينيه هتظهر ان الكارت بتاعنا هنا بعديه كارت جزء منه باين، بعديه كارت تاني جزء منه باين. بس المشكلة هنا ان احنا لما بنقلب كده عينين الشخص لما تلقط او الذاكرة بتاعته اللي هي اساسا اتحفرت بناء على المعلومات اللي عينيه استهدفتها، هتبان ان هنا عندنا كارت بشكل كامل. اذا هنا جزء من الكارت، يبقى الكارت اللي في النص ده هو الكارت رقم 2. بس احنا لو بصينا كده هنلاقي لا، هنا مش الكارت رقم 2، هنا الكارت اللي جزء منه كبير باين او الكارت كله باين اهو.
كده هيبتدي يستهدف رقم 2. دلوقتي اي حد حابب فعلا يستهدف رقم 2 فهيجي على الناحية اللي ورا دي، بصوا، يجي هنا ويحط الدبوس في نص الكارت الكامل ده. جيمك سهل جدا، سهل جدا ان انت تعمله، ودايما دايما الشخص اللي قصادك هيختار الاختيار الغلط. طيب الموضوع بتعمله ازاي او الخدعة بتنفذها ازاي؟ الموضوع ببساطة ان انت هتعرض الكروت قدام الشخص اللي قصادك بالشكل ده، وهتقول له عايزك تركز على رقم 2 وتحفظ مكانه بالظبط، لاني هحتاج منك تعمل حاجة بسيطة جدا. هتديله الدبوس ده اهو، وتقول له خد الدبوس ده، وهتقلب كده وتقول له حط لي الدبوس ده على الكارت رقم 2. طبيعي هيحط الدبوس في الكارت رقم 2 لان هو متخيل ان الكارت رقم 2 هو الكارت اللي في النص هنا. حرفيا هو عنده حق، لان احنا لو فتحنا الكارت ده وشفناه هيبقى الكارت رقم 2، بس الجزء اللي باين هو الناحية دي، ده الجزء اللي متداري من الكارت رقم 2. الجزء اللي باين من الكارت رقم 2 هو الجزء ده. فدلوقتي هنعرض للشخص اللي قصادنا خد الدبوس، عايزك تحفظ مكان الكارت رقم 2 كويس جدا، ودلوقتي عايزك تحط الدبوس بتاعك فوق الكارت رقم 2. طبعا هو متخيل ان الكارت رقم 2 هو الكارت اللي في النص، فهيحط الدبوس على الكارت اللي في النص بتاعنا اهو، وهتبقى النتيجة ان هو حطه فوق الولد بالشكل ده. طبعا احنا لو جينا جربنا وحطينا الدبوس بتاعنا على الكارت رقم 2 هنا اهو، هيجي النتيجة على نص الكارت الكبير او نص الكارت الكامل اللي عندنا هنا. بس كده يا شباب، انا عارف ان انا اتأخرت في الفيديوهات، عارف ان انا بقالي حوالي شهر ما بنشرش فيديوهات، ما عنديش اي عذر كالعادة. بس كده شوية دعم وان شاء الله نرجع بقوة. اشوفكم الحلقة الجاية ان شاء الله. سلام.